السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم مطبخ ام جميلة. النهاردة هنعمل شوية كنافة بالمانجا بقى عسل. هنجيب الكنافة كده. هي انا جايباها صبحة، ما كان بنت ولادي عايزين منها. صبحة طبعا، مش حطها في الفريزر ولا اي حاجة. وهجيبها وافضل اقلب فيها بقى، احط لها زبدة وافضل اقلبها كويس كده في صينية تيفال، ولحد ما تتحمر كلها. عايزه التحميره اللي هي لونها ذهبي. هقلبها بقى لحد ما تتحمر خالص. ما شاء الله يكون لونها حلو. آه لايك وشير، وعايزين دعم للقناه بقى عشان تشتغل. بس كده بنبتدي ان احنا نقلب فيها لحد ما الكميه كلها تخلص. تاخد اللون الجميل. هنا هنجيب لبن، ونجيب السكر، ونجيب الكريمه، ونبتدي بقى ايه ان احنا نقلبها كده كلها ببعضها ومعاها اللبن. انا كنت بقلبها بالمضرب ده عشان المضرب بتاعي بايظ، ايا كان بقى. هو المضرب ده حلو قوي في تقليب، عادي يعني، مضرب كهربائي مضرب سلك عادي، مش هتفرق حاجه. بس وبكده بقى انا بقى ايه بزودها كده لحد ما اضربها كويس. وبعدها هكون محضره عصير مانجا. ابتدي احط نص الكميه في العصير المانجا. بيدي طعم برضو خطير، بيدي طعم حلو قوي. اضرب كتير كده لحد ما تهيش. لقيت الكميه كبرت والكميه عليت والبتاع ما قضاش، هغيره في حاجه تانية واعمله. كده جبت عصير المانجا، بضرب برضو بيها بعد اللبن علشان تكمل الضرب. ضرب كويس جدا لحد ما الكريمه تهش كده وتبتدي تشكل معاكي. بس انا حطيت الكميه دي كلها، حطيت الكميه دي. افضل اضرب فيه لحد ما يبقى يخلص خالص. ضرب كتير. انا عملته في مكان تاني. ابتدي بقى كده اجيب الكنافه، شوفوا لونها جميل ازاي، متحمره تحمير خفيف اللي هو الذهب الخفيف، وارصها في الصينيه. وابتدي ارش عليها عسل، بس بسيط مش كتير، احنا مش عايزينها مسكره قوي. على حسب بقى اللي عايزه مسكره يبقى يزود العسل، اللي مش عايزه مسكره يقلل العسل. انا مقلله العسل خالص. بس وابتدي بقى ان انا افرد الكريمه كده، افردها كويس جدا بالصينيه كلها. افرد كميه الكريمه كلها لحد ما اظبطها كده كلها. وابتدي ان اكون مقطعه المانجا مكعبات، قطع صغيره كده. وابتدي ان انا هحط في النص. انا هعملها على دورين مش دور واحد. انا دور هحط فيه مانجا من تحت، بحيث ان لما تقطع القطع يبقى فيها في النص مانجا كده، بتدي طعم حلو، احسن ما بتكون دور واحد. بس برص بقى الكميه كده، المانجا يعني بسيطه كده مش كتير. بس كده. واجيب بقيه الكنافه التانية، اروح ضيفها فوقيها وارصها برضو عدل. وابتدي بقى افرد بقيه الكنافه، كل بقيه الكميه برضو. دي الصينيه دي واخده حوالي كيلو الا ربع كنافه. هي صينيه ما شاء الله حلوه كبيره. كده فردت الكريمه. وكده الطبقه الاخيره اللي هي بقيه المانجا. ابتدي بقى ان انا احطها كلها. بجيب المانجا بقى دي كده واروح رش عليها من فوق شويه سكر كده يديها لمعه من فوق، اللي هو العسل اللي هو اللي انا عاملاه. بس كده، وبالهنا والشفا يا رب على كل اللي كلها. عايزه اقول لكم طلعت مانجا خطيره جدا. كنافه جميله، خفيفه، طعمها حلو، معموله في البيت ونضيفه. يعني عايزه اقول لكم بصراحه، شويه مانجا كانوا زي العسل.
كنافة بالمانجا وطرية وجميلة. حطيتها في التلاجة بقى بعد ما خلصتها، كان جايلي ضيوف وبعدين قدمتها. وبالهنا والشفا يا رب على كل اللي كلها وعايزين دعم للقناة. بصوا كده بقى رشيت السكر من فوق الوش كده، رشة برضو بسيطة، انا مش حاطة فيها كمية سكر، بس طلعت صينية كنافة خطيرة. وبالهنا والشفا يا رب على كل اللي كلها. ودي كده الشكل النهائي بتاعها، جميلة جدا. وبالهنا والشفا يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.